متتبعي قناة ستور تيفي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتكلم اليوم عن دجاج الرومي من حيث حضانته. فلإعداد حضانات كتاكيت الرومي يلزم أن يكون هناك مكان التحضير فارغا ونظيفا ويتم تبخيره. كما يجب استخدام نشارة الخشب كفرشة جيدة للرومي بسمك 5 سنتيمترات صيفا وتزيد إلى 10 سنتيمترات شتاء. ويلاحظ عدم استخدام فرشة تبن، لأن الرومي في الفترة الأولى من العمر يكون ضعيف النظر، فيمكن أن يتغذى على قش التبن الذي يؤدي إلى انسداد القناة الهضمية وحدوث موت في الكتاكيت بأعداد كبيرة. إذا أقول أنه لا يصلح الاعتماد على التبن كفرشة. تقسيم مكان التحضين إلى أقسام تسع 400 إلى 500 كتكوت، وذلك لعدم تجمع الأفراد مع بعضها، وهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بهم والتي تؤدي إلى أضرار كثيرة. يجب مرافقة الكتاكيت خلال أول 3 أيام من وصولهم ليل نهار، لأن 80% من نسبة النفوق تكون في ال3 أيام الأولى من التحضين، لعدم معرفة الكتاكيت مكان الماء والغذاء. تعتبر الفترة من بعد فقس كتاكيت الرومي إلى عمر 4 أسابيع من أصعب فترات حياة هذا الطائر، نظرا لاحتياجاته إلى رعاية خاصة أثناء هذه الفترة، واحتياجاته إلى حرارة تحضين عالية نسبيا. في أوائل فترة الحضانة تتطلب عملية تحضين الرومي درجة حرارة تبلغ 36 إلى 38 درجة مئوية عند بداية التحضين. يحتاج دجاج الرومي إلى علائق مرتفعة في محتواه من البروتين، حيث تبلغ نسبة البروتين في العلائق خلال فترة الحضانة ما بين 26 إلى 28%. بالإضافة إلى ذلك، فكتاكيت الرومي حساسة جدا للإصابة بالأمراض الفطرية والبكتيريا، خاصة فطر الإسبروجلوزين وميكروبات السالمونيلا وميكروبات القولون. يراعى تقديم ماء الشرب نظيفا ويتم تغييره مرتان يوميا. عدد ساعات الإضاءة خلال فترة التحضين تصل إلى 23 ساعة يوميا، وقد تستمر حتى الأسبوع العاشر أو ال11. وبعد أن يتم فقس كل البيض الخاص بالرومي، تنقل الكتاكيت الفاقسة إلى الحضانة الخاصة بتحضين الكتاكيت، حيث توضع على الأرض الخاصة بالحضانة طبقة من الورق المقوى أو البلاستيك خلال الأسبوع الأول، لمنع انزلاق أرجل الكتاكيت من خلال فتحات السلك، مع مراعاة توفر العلف بالمعالف والمياه. المساقي الملحقة بالحضانة يراعى أيضا توفير درجة الحرارة المناسبة، ويمكن التأكد من كفاية درجة الحرارة أثناء التحضين إذا كانت منتشرة حول التدفئة ولا تصدر أصواتا عالية. أما إذا تجمعت جميع الكتاكيت بالقرب من المصباح الكهربائي وأصدرت أصواتا عالية، فمعنى هذا أن درجة الحرارة غير كافية، وهذا يتطلب منك إضافة مصباح آخر يعلق في وسط الحضانة لزيادة كفاءة التدفئة. أما إذا ابتعدت الكتاكيت عن مصدر الحرارة، فمعنى ذلك أن الحرارة أعلى من المطلوب، وفي هذه الحالة يمكنك تغيير المصباح بمصباح أقل قوة. يجب أن توضع المعالف والمساقي في الحضانة بالقرب من مصدر الحرارة، حيث تفضل الكتاكيت الرومي أن تكون بجوار مصدر التدفئة، لأنها كسولة وتكون في صورة حلقة من الكرتون أو الصاج، قطرها حوالي 150 إلى 53 سنتيمتر. توضع وسطها لمبة مشعة للحرارة أو دفاية تعمل على البوتاغاز، وتوضع طبقة من نشارة الخشب كعازل، وتغطى بالبلاستيك أو الورق المقوى، وينثر عليها العلف خلال ال4 أيام الأولى، وكذلك لتمنع أثر رطوبة الفرشة على الكتاكيت، حيث تقلل من فرصة الإصابة بالأمراض الفطرية. تخصص لكل 10 كتاكيت مساحة متر مربع واحد من مساحة أرضية الحضانة، ويخصص لكل كتكوت مسافة 5 سنتيمترات طولي من المعالف وحوالي 2 سنتيمترات طولي من المساقي. تزداد هذه المسافة كلما تقدمت الطيور بالعمر، كما هو الحال بالنسبة للدجاج العادي.
تختلف مدة حضانة كتاكيت الرومي حسب الظروف البيئية السائدة في المنطقة، وعلى العموم تستمر الحضانة ما بين 3 إلى 6 أسابيع. يلاحظ أنه يكون ارتفاع الحلقة 60 سنتيمتر لمنع الكتاكيت في آخر فترة الحضانة من القفز خارجها. وتزود هذه الحضانة بلمبة كهربائية قوة 100 واط، حيث تلعب الإضاءة دورا كبيرا في إنجاح عملية تحضين كتاكيت الرومي، لأن الكتاكيت الفاقسة لا تعرف طريقها إلى المعالف إلا بصعوبة، كما أنه يصعب عليها تمييز الألوان في الأعمار الصغيرة. متتبعي قناتنا، هذه حلقة اليوم قد انتهت. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.